البصمة هو رحلة جاءت نحو مسيرة لشخوص وأسماء لم تقف أسوار وجغرافيا الوطن أمام تحدياتهم، أمام أحلامهم، أمام طموح بلغ عنان السماء بل وتخطى حدود الممكن والمستحيل. كان في الوقت ده كده دافور الحلة. ايوه دافور الحله، وتتضرب وتتجرح وضفرك ينقلع، وده كله اذا ما حصل اصلا انت ما بتبقى لاعب كوره. تقدمي المريخ والهلال بعد طوارئ يقول الهلال والمريخ. نحن هنا اليوم لندخل هذا العالم المختلف، لنسرد القصة، لنستقي الخلاصة، لنتعلم من التجارب، وقبل هذا وذاك لنحتفي بهذه المسيرة لأكثر من إنسان سوداني أسمر جميل متفرد ومختلف. أكبر خوف إنك تفقدي الشيء اللي أنت موجودة فيه. حصل مرة أخذت أنت فعلا قرار وحسيت إنه ده ما القرار اللي كان مفروض تاخده؟ أجدت التفاوض وقدرت أقنع أكبر شركتين في العالم اللي هم تيمس ووتر اللي تملك الصرف الصحي في لندن وحوض تيمس، وبلاك اند بيتش اللي هي شركة أمريكية. التحدي الأكبر والتحدي الأصعب في إنه الإنسان يثبت بصمته في بيئة مغايرة لبيئته. الرئيس الجمهورية قرار بنقلي لها على النيل وما عجبني القرار فهربت جيت هنا. أول إدارة قانونية في هيئة السياحة الفنادق أنا اللي شكلتها، وأنا اللي عملت القوانين الأولى للسياحة الفنادق في السودان. نجحت ولا عشان عملت حاجة في حياتك تحبط الآخرين؟ فالمفروض نعلم أطفالنا إنهم كيف يبحثوا عن المعلومة بشكل صحيح. العقبات كثيرة جدا، ما تحاول إنك دائما تعمل الحاجة بالحجم الكبير. أكد على وجود شخصيات سودانية وأسماء نفخر بها استطاعت أن تضع بصمة أصبحت على أرض واقع نراها بأعيننا ونحسها ونلتمسها بشعورنا اتجاه مثل هذه الأسماء اللي أسهمت وساهمت في مثل هذه الإنجازات.